السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية وسلام. دلوقتي يا حبايب قلبي هنعمل ملخص كامل كده لمنهج الهندسة في مدة قصيرة جدا. قبل كده نزلنا المنهج في 9 ساعات والناس زعلت. انا دلوقتي يا حبيب قلبي افرحك واعمل لك ملخص سريع كده للمنهج في مدة قصيرة جدا جدا جدا. يلا بينا نبدأ، ولكن قبل ما نبدأ انزل دوس لايك، اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اول حاجة نتكلم عنها في حساب المثلثات يا حبايب قلبي، بتقول ان مجموع قياس الزاويتين المتتامتين 90 درجة، اما الزاويتين المتكاملتين مجموعهم 180 درجة، اما مجموع الزوايا الداخلة للمثلث شطور ممتاز امور 180 درجة. طب بعد كده هندسة لازم تكون عارف نظرية فيثاغورس. دلوقتي يا حبايب قلبي اي مثلث قائم في الدنيا بيبقى فيه في ضلعين وفي وتر. بعد اذن حضرتك دي يا باشمهندس تعتبر الزاويه القايمه، فده كده يعتبر الوتر، وده كده يعتبر الضلع، وده كده يعتبر ضلع. ده ضلع اول، ده ضلع تاني، ده كده الوتر. انا عشان اجيب الجا او الجتا او الظا لازم يكون معاك مثلث قائم وكل الاضلاع اللي موجوده في المثلث دي معلومه. طب افترض انا مثلا الضلع اللي معايا في المثلث مش موجود، لازم تجيبه. طب هتجيبه ازاي؟ عن طريق نظريه فيثاغورس. طبعا يا حبيب قلبي لما تيجي تجيب ضلع بنحط الجذر التربيعي وبعد كده بنربع ونطرح. فيثاغورس بيجي امتى؟ لما يكون في مثلث قائم. حالة الضلع حط الجذر ربع اطرح. حالة الوتر حط الجذر ربع اجمع. التاني كده فيثاغورس بيجي امتى؟ لما يكون في مثلث قائم. حالة الوتر حط الجذر ربع اجمع. حالة الضلع حط الجذر ربع اطرح. طبعا انا بفكرك بالقوانين، الكلام ده قلناه قبل كده بدل المره مليون. بعد كده حبيب قلبي تعال نفتكر مع بعض كده النسب المثلثيه للزوايا بتاعتنا. احنا عندنا كام نسبه؟ 3: الجا والجتا والظا. كلنا شطار جامدين ممتازين، عارفين ان الجا مقابل على الوتر، اما الجتا مجاور على الوتر، اما الظا مقابل على المجاور. انا دلوقتي لو جيت اشتغلت على الزاويه ج، ادي الزاويه ج، اول حاجه دي زاويه قايمه يبقى ده كده الوتر. زاويه ج بيقابلها ضلع، الضلع اللي بيقابل زاويه ج بنسميه المقابل، اما الضلع اللي لازق في الزاويه ج بنسميه المجاور. انت عشان تجيب الجا مقابل على الوتر، عشان اجيب الجتا مجاور على الوتر، عشان اجيب الظا مقابل على المجاور. طب بعد كده هندسه لو سمحت هنتكلم دلوقتي عن النسب المثلثيه للزوايا 30 60 45. اول حاجه يا صديقي تعالى نتكلم عن الزاويه 30. جا 30 برافو عليك بنص، جتا 30 جذر 3 على الاتنين، ظا 30 1 على جذر 3. عيد تاني يا باشمهندس، جا 30 بنص، جتا 30 جذر 3 على الاتنين، ظا 30 1 على جذر 3. طب تعالى نتكلم عن الزاويه 60. جا 60 برافو عليك جذر 3 على الاتنين، جتا 60 الاجابه بتاعتنا بنص، ظا 60 الإجابة بجذر 3. تمام كده ولا مش تمام؟ أيوة كده برافو عليك، سامعك وأنت بتردد معايا. جا 60 جذر 3 على الاتنين، جتا 60 نص، ظا 60 جذر 3. طب بعد كده هندسة جا 45 الإجابة بتاعتنا 1 على جذر 2، جتا 45 1 على جذر 2، ظا 45 الإجابة بتاعتي بواحد. بعد إذنك يا قلبي بقى كده تعالى نختبرك نشوف مدى فهمك، مدى استيعابك، مدى حفظك. بعد إذنك يا قلبي جا 30 انطق برافو بسم الله ما شاء الله. جتا 60 الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ظا 60 إيه ده يا ابني؟ إيه ده يا ابني؟ إيه الحلاوة دي؟ بسم الله ما شاء الله. أنا مش هسألك تاني عشان ما أحسدكش، أنا مش هسألك تاني خلاص كده وصلت يا معلم. بسم الله ما شاء الله. بعد كده نكمل بقى المعلومة اللي جاية، هنتكلم عن ملاحظات هامة جدا جدا جدا. لو احنا عندنا زاوية اسمها ألف وجيت طلبت من حضرتك ظا ألف، الظا عبارة عن ايه يا باشمهندس؟ برافو عليك، الظا عبارة عن المقابل على المجاور. عيد تاني كده، الظا مقابل على المجاور. ايه ده يا باشمهندس؟ ده هنا مش مقابل وهنا مش مجاور. لا، في معلومة جديدة بتقول ان الظا عبارة عن الجا على الجتا. كده الظا عبارة عن حاجتين، مقابل على مجاور او جا على جتا. يبقى الظا عبارة عن ايه؟ مقابل على مجاور او جا على جتا. طب بعد كده هندسة انا لو عندي جا بيساوي جتا، عيد تاني كده، لو انا عندي جا بيساوي جتا يبقى مجموع الزاويتين، الزاوية الاولى الف الزاوية التانية ب، يبقى مجموع الزاويتين هيساوي 90 درجة.
جا بيساوي جتا انطق، برافو عليك، مجموع الزاويتين 90 درجة. طب انا دلوقتي لو عندي زاويتين مجموعهم 90 درجة، لو انا عندي زاويتين مجموعهم 90 درجة هنستنتج ان الجا هتساوي الجتا. عد تاني كده، عد تاني. يعني هنا لو احنا عندنا الجا بيساوي جتا يبقى مجموع الزاويتين ب 90. طب العكس، لو مجموع الزاويتين ب 90 يبقى الجا بيساوي الجتا. بس كده بس كده يا صديقي. طب بعد كده المعلومة اللي جاية بتقول ايه؟ هندخل على الهندسة التحليلية. اول درس في الهندسة التحليلية عبارة عن البعد بين نقطتين. البعد عبارة عن ايه يا باشمهندس؟ جذر تربيع مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. عندي نقطة أولى، عندي نقطة تانية، عايز أجيب البعد ما بينهم، هشتغل على قانون البعد. عبارة عن إيه قانون البعد؟ جذر تربيعي مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. طب بعد كده ندخل على الدرس التاني. الدرس التاني كان بيتكلم عن منتصف القطعة المستقيمة. عشان أجيب المنتصف بتاع أي قطعة مستقيمة عبارة عن مجموع السينات على الاتنين ومجموع الصادات على الاتنين. دي نقطة أولى ودي نقطة تانية. عايز اجيب المنتصف يبقى مجموع السينات على الاتنين ومجموع الصادات على الاتنين. بس كده هندسة؟ بس كده. طب بعد كده يا صديقي هنتكلم عن ملاحظات هامة جدا جدا جدا. الملاحظات اللي موجودة قدام حضرتك لازم مسألة منهم تيجي في الامتحان. مسألة هتيجي في الامتحان هتستخدم قانون من القوانين اللي موجودة قدام حضرتك دي. انا دلوقتي لو معايا نقطة عايز اجيب بعدها عن نقطة الاصل، معايا نقطة عايز اجيب بعدها عن نقطة الاصل، القانون بتاعي جذر تربيعي لمربع السين زائد مربع الصاد. يبقى بعد النقطة عن نقطة الاصل جذر تربيعي مربع السين زائد مربع الصاد. طب انا دلوقتي لو معايا نقطة وعايز اجيب بعدها عن محور السينات، معايا نقطة وعايز اجيب بعدها عن محور السينات، القيمة المطلقة للإحداث الصادي. عد تاني كده، معايا نقطة أجيب بعدها عن السينات يبقى القيمة المطلقة للصاد. طب معايا نقطة عايز أجيب بعدها عن الصادات يبقى القيمة المطلقة للسين. تمام كده هندسة؟ وصلت. بعد على السينات يبقى القيمة المطلقة للصاد، بعد عن الصادات يبقى القيمة المطلقة للسين، بعد عن نقطة الأصل يبقى جذر تربيعي لسين تربيع زائد الصاد تربيع. اخر حاجه بقى هندسه، انا لو عايز اجيب البعد بين اي نقطتين على نفس المحور، يعني يا باشمهندس القانون بتاعنا بيقول الكبير ناقص الصغير. اديني مثال. انا دلوقتي لو جيت قلت البعد بين س بيساوي -1 وس بيساوي 4، عشان اجيب البعد ما بين المستقيم الاول والمستقيم الثاني هيبقى الاجابه بتاعتنا الرقم الكبير ناقص الرقم الصغير. هنا الرقم الكبير 4، الرقم الصغير -1، يبقى 4 ناقص -1 يبقى 4 زائد 1. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 5. برافو عليك. بعد كده حبيب قلبي هنتكلم دلوقتي على طرق ايجاد الميل. احنا بنجيب الميل بطرق كتيرة جدا. اول طريقة منهم لو انا معايا نقطتين، لو انت معاك نقطتين تقدر يا صديقي تجيب الميل. يعني يا باشمهندس مش فاهم يا حبيبي؟ أنا لسه شرحت. بس اصلا انت لو مش فاهم ازاي ده يحصل، يو ار ويز البقري، مع البقري يا عم في الرياضه ما تشيلش هم. لو الرياضه عقدتك اخوك البقري يسهل دنيتك. البقري لديكم لا خوف عليكم. ايه يا صديقي في يا صديقي بتقول مش فاهم؟ طب بالذمه ده كلام؟ اوعى اشوفك بتقول الكلمه دي تاني. انا لسه اصلا ما شرحتش عشان ما عشان تقول مش فاهم. كمل بقى معايا كده وركز. انا دلوقتي بقول لك عشان اجيب الميل بنجيب الميل بكذا طريقه. لو انا معايا نقطتين وعايز اجيب الميل يبقى الميل بتاعي فرق الصادات على فرق السينات. طب انا لو معايا زاويه المستقيم بيعملها مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، الميل في الحاله دي عباره عن ظل الزاويه، يعني ظا الزاويه. يبقى دلوقتي اتكلمنا عن طريقتين. الطريقه الاولى فرق الصادات على فرق السينات لو انا معايا نقطتين. الطريقه الثانيه عباره عن ظا الزاويه لو انا معايا زاويه. الطريقه الثالثه عباره عن سالب معامل س على معامل ص لو انا معايا معادله فيها السين والصاد في نفس الطرف. الميل سالب معامل السين على معامل الصاد لو انا معايا معادله المستقيم فيها السين والصاد في نفس الطرف، السين في الطرف الاول والصاد في الطرف الاول، يعني السين والصاد في نفس الطرف. يبقى سالب معامل السين على معامل الصاد عباره عن ظا الزاويه فرق الصادات على فرق السينات. طب بعد كده الميل بيبقى عباره عن معامل السين لو انا معايا معادله المستقيم بالشكل ده. لما اقول لك معادله مستقيم ص بيساوي م س زائد ج، الميل في الحاله دي بيكون عباره عن معامل السين، عباره عن معامل السين. طب اخر حاجه حبيب قلبي، لو انا معايا مستقيم موازي للمستقيم اللي انا عايز اجيب ميله، لو انا عندي مستقيمان متوازيان
بيبقى ميل المستقيم الاول قد ميل المستقيم التاني. وفي نفس الوقت لو معايا مستقيم عمودي على المستقيم اللي انا عايز اجيب ميله، لو انا عندي مستقيمان متعامدان ومعايا ميل واحد منهم، اقدر اجيب ميل التاني عن طريق ان انا بشقلب واعكس الاشاره. فكره ان انت بتشقلب يبقى انت بتجيب معكوس ضربي، بتعكس الاشاره يبقى انت بتجيب المعكوس الايه؟ الجمعي. يبقى دي طريقه اولى، تانية، تالتة، رابعه، خمسه، سته. عندنا 6 طرق بنجيب من خلالهم الميل. حبيب قلبي لازم تكون عارف القواعد اللي موجودة قدام حضرتك. بعد اذنك يا قلبي ركز في كل كلمة، في كل حرف قدام حضرتك. دي كلها مفاتيح حل اي مسألة تقابلك في الامتحان. انا كده بعمل معاك ملخص سريع لكل القوانين اللي موجودة معاك في المنهج. بعد كده يا صديقي بقى نتكلم عن ملاحظات هامة جدا على الميل. اول حاجة، لو انا جيت قلت لك ميل محور السينات، ميل المستقيم الموازي للسينات، ميل المستقيم الافقي، ميل المستقيم العمودي على الرأسي، في الحالة دي حبيب قلبي الميل بتاعنا بيبقى قيمته بصفر. يبقى محور السينات ميله بصفر، اي مستقيم بيوازي السينات ميله بصفر، ميل المستقيم الافقي بيساوي صفر. ممكن اكتبها بطريقة تانية، عمودي على الرأسي، زود عليها كلمة عمودي على الرأسي. طبعا الملف ده كله هيبقى موجود على جروب التليجرام بإذن الله، لينك الجروب في الديسكريبشن تحت. طب بعد كده ميل المستقيم الموازي للصادات، لو انا معايا مستقيم بيوازي محور الصادات وعايز اجيب ميله، غير معرف. طب بيوازي صادات، غير معرف. طب رأسي، غير معرف. ممكن ازود هنا حتة عليهم، عمودي على السينات. المستقيم العمودي على السينات بيبقى ميله غير معرف. واحد يقول لي هندسه بدل انت قلت سينات يبقى بصفر، لا، السينات نفسه بصفر. طب عمودي على السينات يبقى غير معرف. تمام تمام تمام. طب بعد كده هندسه، انا لو معايا مستقيمان متوازيان، عندي مستقيم اول بيوازي مستقيم تاني، في الحاله دي يا حبيب قلبي ميل الاول قد ميل التاني، والعكس صحيح. لو انا عندي ميل الاول قد ميل التاني يبقى المستقيم الاول بيوازي المستقيم التاني. ميل الاول بيساوي ميل التاني يبقى المستقيمان متوازيان. طب المستقيمان متوازيان يبقى ميل الاول قد ميل التاني. طب بعد كده لو انا عندي مستقيمان متعامدان، عندي مستقيمان متعامدان يبقى ميل الاول في ميل التاني بسالب واحد. ايه معنى الكلام ده؟ الكلام ده معناه ان انت لو معاك ميل احد المستقيمين تقدر تجيب ميل المستقيم الاخر عن طريق ان انت هتشقلب وتعكس الاشاره. بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك كمل معايا. الميل ممكن يكون قيمه موجبه وممكن يكون قيمه سالبه. الميل بيكون قيمه موجبه لو كانت الزاويه اللي بيعملها المستقيم زاويه حاده. الميل بيكون قيمة موجبة لو كانت الزاوية حادة. أما الميل بيكون قيمة سالبة لو كانت الزاوية بتاعتي زاوية منفرجة. تمام ولا مش تمام؟ تمام. الميل موجب يبقى الزاوية حادة، الميل سالب يبقى الزاوية منفرجة. في معلومة بتقول إن أنا دلوقتي لو عندي مستقيم الميل بتاعه عبارة عن ألف على ب، عايزين نجيب ميل مستقيم بيوازيه. مش ده ميله ألف على ب؟ صح، ده ميله ألف على ب. يبقى ميل المستقيم اللي بيوازيه برضو ألف على ب. هنا ألف على ب، هنا ألف على ب. الأول قد التاني عشان المستقيمان مالهم متوازيان. طب لو أنا عايز أجيب ميل العمودي، إيه ده هندسة؟ ميل العمودي، برافو عليك، هنشقلب ونعكس الإشارة. هنا ألف على ب، لما شقلبها هتبقى ب على ألف. الرقم ده موجب يبقى الرقم ده سالب، يبقى ميل العمودي عليه سالب ب على ألف. يا رب تكون الفكرة وصلت. إيه ده هندسة؟ ايه ده هندسه الجمدان ده انت بتتكلم عن كل القوانين اللي موجوده في المنهج. طبعا يا حبيب قلبي انا مش ورايا دلوقتي الا تالتة اعدادي، انا مش هسيبك الا قدام باب اللجنه، وباذن الله باذن الله هتخرج من الامتحان مبسوط وفرحان. وطبعا بعد ده كله هتخرج من اللجنه وتدعي لي تقول يا هندسه كده ربنا يوفقك، ربنا يكرمك، ربنا ينجحك، ربنا يحقق لك اللي انت نفسك فيه. يا رب يا حبيبي، يا رب يا حبيبي. نكمل بقى مع بعض كده الحته اللي جايه. بعد كده صديقي هنتكلم عن ملاحظات هامة جدا على معادلة الخط المستقيم. معادلة الخط المستقيم ص بيساوي م س زائد ج. لو انا قلت لك ان المستقيم بيمر بنقطة الاصل يبقى الجيم قيمتها بصفر، يعني الجيم هتطير. يبقى معادلة المستقيم بتاعتي عبارة عن ص بيساوي م س. يبقى انا دلوقتي لو عندي مستقيم بيمر بنقطة الاصل المعادلة بتاعتي ص بيساوي م س. طب معادلة محور السينات ص بتساوي صفر. طب معادلة محور الصادات يبقى س بتساوي صفر.
طب مين المستقيم اللي بيوازي محور السينات؟ بدل المستقيم بيوازي محور السينات يبقى اقول له ص بتساوي الاحداث الصادي. طب لو انا عندي مستقيم بيوازي محور الصادات يبقى المعادله بتاعتنا س بتساوي الاحداث السيني. بيوازي صادات يبقى س بيساوي، بيوازي صادات يبقى س بيساوي، بيوازي سينات يبقى الصاد بتساوي. طبعا عشان اجيب نقطه تقاطع مع محور السينات بنضع الصاد بصفر وبعد كده نطلع قيمه السين. معايا الصاد بصفر نطلع قيمه السين يبقى انا جبت النقطه. طب لو انا عايز اجيب التقاطع مع محور الصادات يبقى نضع السين بصفر وبعد كده نطلع قيمه الصاد يبقى انا جبت كده التقاطع مع محور الصادات. تقاطع مع الصادات نحط السين بكام؟ بصفر وبعد كده نطلع الصاد. تقاطع مع السينات نحط الصاد بصفر وبعد كده نطلع الايه؟ السين. بعد كده حبيب قلبي هندخل على اخر حاجه معانا اللي هي مسائل الاثباتات. انا دلوقتي عندنا قانون اسمه قانون البعد اللي هو جذر تربيع مربع فرق السينات، وقانون الميل اللي هو فرق الصادات على فرق الايه؟ السينات. انا دلوقتي لو جيت قلت لك اثبت ان انت عندك 3 نقط على استقامه واحده، عندنا طريقتين، اما عن طريق البعد اما عن طريق الميل. انا بفضل الميل. طب لو انا هثبت عن طريق البعد هنجيب الثلاث ابعاد، هنجيب الالف ب والب ج والالف ج، وهنلاقي ان اكبر ضلع طوله بيساوي مجموع طول الضلعين الصغيرين. هلاقي ان اكبر بعد بيساوي مجموع البعدين الاخرين. طب لو انا عايز اثبت عن طريق الميل هنجيب ميل الالف ب، هنجيب ميل الالف ب وميل الب ج. هلاقي ان الميل الف ب قد ميل الب ج، يبقى انا كده ثبتت ان النقط على استقامه ايه؟ واحده. والعكس صحيح، يعني انا بقول لك اثبت ان هم على استقامه واحده، هثبت ان اكبر بعد بيساوي مجموع البعدين الاخرين. طب افرض الرقم ده مش بيساوي ده، يبقى الاجابه بتاعتنا النقط دي ليست على استقامه واحده، ليست على استقامه واحده. طب لو الميل مش بيساوي الميل يبقى النقط ليست على استقامه واحده. طب بعد كده عشان اثبت النقط اللي معايا هي رؤوس مثلث، لازم اثبت ان مجموع اصغر ضلعين اكبر من الضلع الثالث. سيبك من الطريقه دي، خليك مع الطريقه دي. عشان اثبت ان النقط اللي معايا بتمثل رؤوس مثلث، هجيب الضلع الاول واجيب الضلع الثاني واجيب الضلع الثالث وبعد كده هجيب اصغر ضلعين اجمعهم، هلاقي ان مجموع اصغر ضلعين اكبر من الضلع الثالث، يبقى انا كده ثبت ان الاضلاع بتاعتي اضلاع مثلث. بعد كده لما اقول لك باين نوع المثلث بالنسبه للزوايا، المثلث بالنسبه للزوايا يا اما منفرج يا اما حاد يا اما قائم. طبعا يا حبايب قلبي الموضوع سهل وبسيط جدا، هنجيب اكبر ضلع مربع اكبر ضلع ومجموع مربع الضلعين الاخرين. اكبر ضلع مربع اكبر ضلع ومجموع مربع الضلعين الاخرين. لو مربع اكبر ضلع اكبر يبقى المثلث منفرج. طب لو اصغر يبقى المثلث حاد. طب لو بيساوي يبقى المثلث يا باشمهندس قائم. التاني كده عشان اثبت ان المثلث مثلا باين نوع المثلث بالنسبه لزواياه، بنجيب مربع اكبر ضلع وبنجيب مجموع مربع الضلعين الاخرين. اكبر منفرج، اصغر حاد، بيساوي يبقى قائم. طب بعد كده دلوقتي يا حبيب قلبي عندنا طريقة تانية ان انت تثبت ان المثلث قائم. هتجيب ميل الضلع، ضلعين في مثلث، هتجيب ميل الضلع الاول وميل الضلع التاني، هتطلع ميل الاول وميل التاني هتضربهم في بعض يطلع الناتج بسالب واحد. معنى ان في ضلعين ميل الاول في ميل التاني بسالب واحد يبقى الضلعين متعامدين، يعني في زاوية قايمة. تمام. بعد كده صديقي عشان نبين نوع المثلث بالنسبة للاضلاع عندك حاجة من التلاتة، اما المثلث متساوي الاضلاع اما متساوي الساقين اما مختلف الاضلاع. المثلث متساوي الاضلاع يعني هجيب كل الاضلاع وهلاقي الاول قد الثاني قد الثالث. مثلث متساوي الساقين هجيب كل الاضلاع وهلاقي في ضلعين قد بعض. طب مثلث مختلف الاضلاع هجيب الثلاث اضلاع هلاقي الضلع الاول مختلف عن الثاني مختلف عن الثالث، يبقى المثلث ده مثلث مختلف الاضلاع. طب بعد كده حبيب قلبي عشان اثبت ان النقط اللي معايا تقع على دائره واحده، هجيب بعد النقطه الاولى عن المركز وبعد النقطه الثانيه عن المركز وبعد النقطه الثالثه عن المركز، والاقي البعد الاول قد الثاني قد الثالث، يبقى انا كده ثبتت ان الثلاث نقط اللي موجودين معايا بيمر بيهم دايره واحده. اخر حاجه معانا دلوقتي اصدقائي ملخص اثباتات الاشكال الرباعيه اللي هو عباره عن المتوازي، المعين، المربع، المستطيل. طبعا يا حبيب قلبي عندنا طريقتين، اما عن طريق البعد اما عن طريق الميل. انت بتفضل انهي؟ في الحاله دي بفضل يا باشمهندس البعد. طبعا عشان نثبت ان شكل معايا متوازي اضلاع بثبت ان كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول.
طب عشان اثبت ان الشكل معايا مستطيل بثبت ان كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول. طب ما هو كده المستطيل هو المتوازي، لا، في حالة المستطيل بنزود ان الاقطار متساوية، يبقى هنا كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول والاقطار متساوية، هنا كل ضلعين متقابلان متساويان في الطول. طب في حالة المعين بثبت ان جميع الاضلاع بثبت ان جميع الاضلاع متساوية. طب في حالة المربع بثبت ان جميع الاضلاع متساوية. طب ما هو كده اثبات المعين هو المربع. عشان نميز المربع عن المعين بنثبت ان الاقطار في المربع متساوية، هنا الاقطار متساوية وهنا الاقطار متساوية، هنا الاقطار متساوية، هنا الاقطار متساوية. يبقى في حالة البعد بشتغل على الاقطار في حالة المربع والمستطيل. طب بعد كده هندسة عشان نثبت ان الشكل اللي معايا مثلا متوازي اضلاع عن طريق الميل، هثبت له ان كل ضلعين متقابلين متوازيين، ومعنى ان كل ضلعين متقابلين متوازيين ميل الضلع الاول قد ميل الضلع الثاني. طب بعد اذن حضرتك يا باشمهندس، لو انا قلت لك اثبت ان الشكل معاك مستطيل عن طريق الميل، اول حاجة لازم تثبت ان المستطيل ده متوازي. عشان تثبت ان المعين عشان تثبت ان الشكل معاك معين عن طريق الميل لازم تثبت ان الشكل ده متوازي اول حاجة، وهكذا عشان تثبت ان الشكل معاك مربع عن طريق الميل لازم تثبت ان الشكل معاك متوازي. وبعد كده بقى عشان نثبت ان هو مستطيل هنثبت ان ضلعين متعامدين، يعني ميل الضلع هنثبت ان ضلعين متجاورين متعامدين، يعني الضلع ده عمود على ده، معنى الكلام ده ان ميل ده في ميل ده الاجابة بسالب 1. يبقى انا كده ثبتت ان ضلعين متعامدين. طب عشان اثبت ان المتوازي معين لازم اثبت ان الاقطار متعامده، الاقطار متعامده لازم اجيب ميل القطر الاول وميل القطر الثاني واضربهم في بعض الناتج هيطلع بسالب 1. يبقى لو ثبتت ان ضلعين متجاورين متعامدين يبقى مستطيل، ثبتت ان القطرين متعامدين يبقى ده معين. طب لو ثبتت ان الضلعين متعامدين والقطرين متعامدين يبقى انت كده ثبتت ان اللي معاك عبارة عن ايه؟ عبارة عن مربع. طب بعد كده هندسة لو انا جيت قلت لك اثبت ان الشكل معاك عبارة عن متوازي اضلاع بس عن طريق المنتصف، هثبت ان منتصف القطر الاول بيساوي منتصف القطر الثاني، يبقى انا كده ثبتت ان الشكل معايا عبارة عن متوازي اضلاع. كده انا ممكن اثبت متوازي الاضلاع بثلاث طرق، اما عن طريق البعد، اما عن طريق الميل، اما عن طريق المنتصف. اخر حاجة معانا يا اصدقائي اللي هو اثبت ان الشكل معاك عبارة عن شبه منحرف. اللي بيميز شبه المنحرف بيبقى فيه ضلعين بيوازوا بعض وفي ضلعين مش بيوازوا بعض. هتثبت ان في ضلعين متوازيين وضلعين غير متوازيين. معنى ان الضلعين بيوازوا بعض ميل الاول قد ميل التاني، معنى ان الضلعين مش بيوازوا بعض يبقى ميل الاول مش بيساوي ميل التاني. بس كده هندسة؟ بس كده والحمد لله يكون خلصنا مراجعة المنهج. وبس كده حبيب قلبي يكون خلصنا مراجعة المنهج في مدة قصيرة جدا جدا جدا. لو كانت المراجعة دي عليها تفاعل كبير جدا بإذن الله اللي أنا عملته في الهندسة هعمله في الجبر. لو عايز تشوف مراجعة الجبر بنفس الطريقة انزل دوس لايك، اشترك في القناة وفعل زر الجرس. باي باي تالتة إعدادي.